السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. وحشتوني كتير. فيديو جديد معاكم آيات. دي قناتي، يا رب كده الفيديوهات تكون بتعجبكم. واتمنى منكم اللايك، واللي مشتركش في القناة يشترك كده ويفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد بإذن الله. ونكون أجمل عيلة ونكبر مع بعض بإذن الله تعالى. نقول بسم الله كده ونصلي على الرسول ونشوف الفيديو بتاعنا النهاردة. فيديو تحفيزي. هنتنشط فيه مع بعض. اول حاجه كده عملنا فطار خفيف كده وفطرناه مع بعض. دي الحجازيه والكيكه اللي كنت عاملاها معاكم. اللي ما شافش الفيديوهات بتاعتها يا ريت يروح يشوفها. كيكه البرتقال من الكيكات الجميله جدا. البرتقال دلوقتي مالي السوق. حلوه قوي قوي على الفطار، تحفه. ريحتها فظيعه وطعمها يعني عايزاكي انت جربي بس. والحجازيه برضو جميله قوي. عايزاكم تجربوا الوصفات دي وعلى ضمانتي بجد. هتعجبكم جدا باذن الله. هنبدأ يومنا كده طبعا. ده كان يوم يعني قبليه كنت تعبانة، فبصوا وصلنا للمنظر ده بقى في المطبخ. كنت تعبانة شوية قبليها فسبت بقى الدنيا كده. فحبيت بقى ان انا اقوم كده واتنشط معاكم وبيكم بإذن الله. ننشط بعض. لو وراك اي حاجة تقومي وتنجزيها. دي الفكرة من الفيديوهات. مش فكرة ان انا طالعة ان انا بوريكم المواعين او بنغسل المواعين ازاي. لا طبعا كلنا ستات وشطار وبنعرف نعمل كل حاجة، بس احنا بننشط بعض. انا واحدة من الناس ساعات ببقى قاعدة كسلانة جدا وورايا حاجات عايزة تتعمل وكسلانة ان انا اقوم اعملها. بس لما بشوف فيديو زي ده كده بقوم وبتنشط وبعمل اكتر من الحاجة اللي انا كنت مكسلة ان انا اعملها. لا بقوم وبعمل اكتر كمان. بس هي دي الفكرة. حاجة كمان حابة ان انا اكلمكم فيها. الكلام ده لأي بنوتة لسه متجوزة لسه جديدة يعني على الجواز. بص حبيبة قلبي بجد بعد خبرة يعني. انا واحدة من الناس ما بحبش ابدا ان انا اشوف اي حاجة متبهدلة او كده. اي حد عارفني عارف عني الموضوع ده. بس نصيحة مني ما تجيش على نفسك. كل حاجة تتعمل وكل حاجة انت اللي هتعمليها، محدش هيعمل لك حاجة. يعني انا دلوقتي تعبت ورايا حاجات كتير، بس انا تعبانه. كنت الاول كنت لا باجي على نفسي ولازم اقوم ولازم اخلص كل حاجه ورايا. فده بيزود من تعبي اكتر. والحاجه اللي بعملها وانا تعبانه. فعارفين بتعملي الحاجه وانت مش قادره عايزاها تخلص. فلا نصيحه مني سيبي الدنيا عادي. الدنيا تضرب تقلب ولا يهمك. خدي وقتك وارتاحي وريحي جسمك كويس جدا. هتلاقي نفسك هتقومي هتتنشطي هتعملي الحاجة اللي وراكي واكتر كمان. هتعملي حاجة واتنين وتلاتة. صدقيني. نصيحة مني. انا الاول زي ما بقولك لا ما كنتش بستحمل ان انا اشوف الحاجة كده. لا دلوقتي لا. لقيت الدنيا كده، بس انا فعلا كنت تعبانة فقلت لا هنام وهريح جسمي وهقوم وهخلص كل اللي ورايا. وفعلا هو ده اللي حصل. طبعا انا قمت الاول فطرت وخلصت كل اللي ورايا في الشقه. وسبت المطبخ في الاخر لان عارفه ان هو هياخد مني اكتر وقت، فسبته في الاخر عشان لو دخلت عليه الاول هياخد كل طاقتي. وهطلع بره مش هقدر اعمل حاجه في الشقه بره. فبخلص اللي بره بسرعه وبعد كده بدخل على المطبخ اشوف ايه اللي ورايا. دي نصيحه مني. زي ما شايفين كده. بصوا بقى حاجه حلوه قوي في غسيل مواعين هتوفر معاك كمان في المسحوق. حاولي ان انت لما تيجي تخففي مسحوق المواعين بتاعك خففيه بميه سخنه. حلو قوي بيدي رغوه جميله ونظافه. وكمان حطي معلقه صغيره كده من الخل. ولو عندك قشر ليمون اي اكله بتعمليها بتعصري ليمون. خدي القشره وارميها في البلاستيكه اللي انت بتغسلي فيها المواعين. بيدي نظافه حلوه وريحه حلوه قوي للمسحوق بتاعك. وللمواعين برضو بيشيل اي ريحه موجوده في الاطباق بتاعتك. حلو قوي. استغني عن او استبعدي المسحوق بجد اللي هو السايب. مش حلو قوي يا بنات. ما فيهوش اي ريحه التوفير. هو ارخص وكل حاجه. انا ساعات بلجأ له لما بتكون ميزانيه مش سامحه. بس بجد ما فيهوش اي ريحه التوفير. حاولي انت تجيبي لك وفير وفير حلو وسعره حلو. او اللي هو الفيبا برضو حلو. وبيقعد بصراحه بيقعد بالشهور عندك. بس حاولي ان انت زي ما بقولك كده
حاجة بسيطة خالص منه مع حبة مية سخنين حلو جدا. بصي هيقضي معاكي اليوم كله، حلو قوي، وهيقعد معاكي بالشهور. إيه حاجة كمان تانية، لو انت عندك ألمونيا زي بتاعتي كده، إيه حلو قوي معاها الصابون البلدي، تحفة يا بنات. بصوا زي ما انتوا شايفين كده، بيخلي الألمونيا بتلمع جوه وبره. انا عندي الألمونيا دي شوفوا بتاعتي يعني من سنين السنين اهي، جميلة جدا زي ما هي. انا بحب استخدم فيها قوي الصابون ده. إيه ده انا والدتي هي اللي بتعمله في البيت، وبإذن الله هجيب منها الطريقة واعمله معاكم. حلو قوي، انا مخصصاه الألمونيا اللي استانلس. بصوا بيخليها بتلمع. إيه كده خلاص خلصنا بقى، وشطبت طبعا المطبخ كله. ما حبيتش ان انا اطول عليكم بس في الفيديو. إيه كل اللي انا كنت عايزاه ان انا انشطكم بس معايا. إيه خلصت طبعا، وخلصت الارض، وسبت المواعين بقى لحد لما تتصفى تماما. بعد كده دخلت بقى على الغدا. كان عندي كده ربع كيلو من اللحمه مقطعه قطع صغيره، وهنعمل عليه الفاصوليا. الفاصوليا من الحاجات اللي انا بعشقها جدا، الفاصوليا البيضه دي. إيه طبعا الايام دي إيه حاولي قوي، انت مثلا لو جبتي لحمه كيلو، قسميه على 4 تربع. حاولي ان انت تصغري القطع وتبقى في طبخه حلوه قوي، موفره جدا. المفروم برضو في اللحم موفر جدا جدا. بلاش القطع الكبيره، انا ما بحبهاش كشوربه. ما بتوفرش خالص. المفروم حلو قوي طبعا، بنحط معاه كمية بصل حلوة، جزر مبشور، فلفل، كل ده بيضاعف معايا الكمية حلو. فانا اللحمة احبها ان هي تكون مفرومة، خصوصا في الايام دي احنا عايزين نوفر على قد ما نقدر. مش احنا ما بنقولش حرمان، احنا مش هنحرم مش هنحرم نفسنا. بس يبقى فيه توفير، يبقى فيه كده ايه، عقل كده وذكاء واحنا بنعمل الحاجة. اللحمه لما تقطعيها قطع صغيره كده، ونبدا ان احنا نحطها في الطبخه، كل واحد بالمعلقه هيطلع له قطعه وقطعتين من اللحمه حلوه قوي، هي مش بالكميه. ماشي يا حبايبي. ويا رب يعيننا كده على الايام دي يا رب، ويعديها على خير، اللهم امين. عايزين بس الدعاء ان احنا ندعي، لان هو مفيش في ايدينا غير ان احنا ندعي ربنا يعديها على خير يا رب، ويعين كل واحد على حاله. طبعا هنا كنت خلصت بقى الفاصوليا. بنشوح اللحمه تشويحه كويسه، بننزل بالبصلايه برضو تشويحه حلوه. بعد كده بنزل بيه عصير الطماطم لحد ما تتسبك، وبزودها بالميه. وبعد كده بحط الفاصوليا، بحط البهارات بتاعتها، ملح، رشه الكمون ده اساسي، فلفل، رشه من الكزبره. واحلى حاجه تعمليها في اي اكل بتعمليه، ان انتي تسوي الاكل بتاعك على نار هاديه. بهدي عليها النار وبسيبها تستوي براحتها خالص. احلى طعم اكل ممكن تاخديه وانت بتسويه على نار هاديه، إيه بجد. إيه بعد كده عملت بقى حبه رز بالشعريه حلوين. إيه طبعا احلى رز بالشعريه تعمليه ان انت تحاولي ان انت تخلي كميه الشعريه حلوه، يعني تبقى نص كميه الرز، تبقى حلوه قوي. وتشوحيه كويس قوي مع بعضه عشان يبقى مفلفل معاكي وجميل. وكده خلصنا الغدا بتاعنا، وخلصنا الفيديو بتاعنا النهارده. يا رب كده يكون عجبكم، وما تنسونيش يا حبايبي في اللايك بتاعكم. وكده خلصنا رز بص مفلفل وجميل مع طبق مخلل بقى حلو، من المخللات الحلوه اللي احنا عملناها. فاكرين الخيار ده كنا عاملينه مع بعض، لسه مقرمش وجميل بقاله شهور اهو. يلا، مع السلامه.